السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بألف الخير. ان شاء الله شو اخباركم؟ معاكم ان شاء الله منتجات دكان مغربي. اليوم ان شاء الله حبينا نفرحكم بالدلكه السودانيه. ها هي وصلت غرقانه الزيوت ما شاء الله، اهي اخر دلع. ودي بناخد منها شويه زي ما انتم شايفين اهي، زي كده، ونعجنها مع ميه الورد، نعمل منها عجين، لا هي سايله ولا هي قاسيه. وبعد كده بناخدها وندهن بيها مثلا ركبنا، اكوعنا، اي حته انت عايزه تفتحيها. الوجه ممنوع نحط دلكه على الوجه نهائيا، باقي الجسم عيشي حياتك زي ما انت عايزه. وبعد ما ندلكها نخليها تنشف، وبعد كده نبتدي نفرك وناخد شويه من الزيت ونحط عليها كده واحنا بندلك عشان ما نجرحش البشره بتاعتنا. وفي نفس الوقت الزيوت دي بتساعد على الترطيب وعلى التفتيح. كل ما البشره بتاعتنا مترطبه ده معناه انها هتفضل دايما منوره. بعد ما نخلص بنغسل بميه فقط، ما بنغسلش بعد الدلكه بصابون نهائيا. تستعمليها زي ما انت عايزه طول الاسبوع، وقت ما انت قاعده زهقانه تاخدي شويه وتستعملي على الجسم بتاعك، مش محتاجه لا حمام سخن ولا تجهيزات ولا اي شيء. عايزه تستعمليها على الركب بتاعتك، على ايديك، يعني بتاع المنطقه بس اللي انت عايزه وانت قاعده في مكانك. هي دي الدلكه موجوده ان شاء الله، ومستنيه الحجوزات بتاعتكم. نورتونا مع دكان مغربي.